في اسئله شائعه بين اللعيبه وتقريبا بتسال الاسئله دي يوميا، حبيت ارد على اهم الاسئله دي في حلقه النهارده. اول سؤال معايا: يا كوتش انا ايدي بتترعش وانا بتمرن، بحس ان انا اقدر اشيل وزن اعلى من اللي انا شيلته، لكن انا بسبب الرعشه دي مش قادر اشيلها، ايه السبب؟ الحته ديت او الجزئيه ديت ليها اسباب كتير، انا هقول لك على معظم الاسباب دي، وحاول راجع نفسك وراجع الهيستوري بتاعك هتقدر تمسك ايه السبب من ده. اول حاجه نقص فيتامين بي. نقص فيتامين بي نفسه ليه اسباب. اول سبب انك ممكن تكون ما بتاخدش المأكولات اللي بتحتوي على فيتامين بي زي اللحوم الحمراء، البيض، الكلام ده، او انك ما بتشربش ميه كفايه، لان زي ما قلت لك قبل كده في اكتر من حلقه ان فيتامين بي من الفيتامينات اللي بتذوب في المياه. فانت دلوقتي لو مش شارب ميه كويس او جسمك مش واخد الميه اللي انت محتاجها بصوره كويسه، العنصر ده مش هيمتص وجسمك هيتخلص منه. وبسبب نقص الميه دي ممكن يكون تشرب ميه، لكن في نقص الميه بسبب شرب الكافيين، القهوه، الشاي، دي بتبقى من مضرات البول. ممكن تكون انت بتشرب ميه كويس او نسبيا كويس، لكن بتشرب في المقابل قهوه كتير، فبتخش الحمام كتير، فبرضه بتقلل نسبه الميه في جسمك. ده سبب من اسباب رعشه الايد. في سبب تاني ممكن نقول عليه الاسترس، الضغط العصبي اللي انت بتحط نفسك فيه، ما بين انك بتتعصب جدا في الشغل او انك ضاغط نفسك في الشغل او انك بتزعق كتير، بتتعصب كتير، فالاسترس دوت ممكن يحطك برضه في حته الرعشه وعدم التركيز. وكمان الشغل الكتير البدني، انك بتتحرك كتير وبتطلع وبتنزل، اكتف قوي، اكتف اكتر من المطلوب منك او اكتر من المعتاد، فده برضه هيحطك في حاله الاسترس او الضغط العصبي، فهتبدا تحس ان ايدك بتترعش بسرعه وما بتقدرش تكمل التمرين بالكفاءه المطلوبه. سؤال تاني مهم واتسالته كتير قوي: يا كوتش انا بشبع بسرعه وتقريبا ما بدخلش نص الاحتياج بتاعي، ايه الحل او اعمل ايه؟ او المشكله دي سببها ايه؟ عايز اقول لك الحاله دي انا بعاني منها شخصيا. كنت لما باكل وجبه محترمه بطني سد وما بعرفش اكمل بقيه اليوم، ما بعرفش اكل تاني. الحل في الموضوع دوت انك تاكل كميات قليله على فترات متباعده، تقدر تدخل الاحتياج بتاعك والكميات المطلوبه. المعده بتاعتنا عامله زي البالونه، كل ما بتديها كل شويه حاجه بتبدا توسع معاك، بتبقى حجمها اكبر، فتبدا تستوعب الاكل اللي انت عايزه. لكن هتصحى ومش هتصحى بعد ساعه من الصحيان هتيجي تفطر رغيفين مثلا ومش عارف وبيض وفول وايه، انت اتسديت ل 7 8 ساعات. لكن لو قسمت الحاجات ديت هتقدر تدخلهم وبزياده. السؤال الاشهر في لعبه كمال اجسام اللي الكل سال عليه، المشكله ان في اكتر من 1000 واحد اتكلم عن الموضوع ده ورد على الاسئله ديت، لكن مازال في ناس معتقده الاوزان القليله والعدد الكتير بيخسس، وان الاوزان الثقيله والعدد القليل بيضخم او بيتخن. هرد عليه للمره 1001. العدد ما بيتارجتش التخسيس او الضخامه، العدد بيتارجت هدفك من التمرين، سترينث، هايبرتروفي، اندورنس. لو انت هتارجت السترينث القوه هتلعب من عدة ل6 عدات، لو من 6 ل 12 هتارجت الهايبرتروفي الضخامه العضليه، لو من 15 ل 25 هتارجت الاندورنس اللي هو التحمل. عايز اخس، عايز انشف، عايز اضخم، الموضوع قايم على ايه؟ قايم على نظامك الغذائي، قايم على الدايت بتاعك، قايم على اكل. لو انت بتاكل فوق الاحتياج بتاعك، الكالوري بتاعك ورقم لا باس به من 500 ل 1000 هتزيد. طب لو بقلل هتقل. يبقى العدد والاوزان ملهاش علاقه خالص، انت بتنشف ولا بتضخم. كوتش انا المفروض ان انا ماشي على دايت عشان اخس، لكن انا بجوع جدا على مدار اليوم وبالاخص بالليل، ايه الحل او اعمل ايه؟ هتعمل حلين. الحل الاولاني انك تشرب ميه على مدار اليوم كتير، كل ما تحس انك خلاص اشرب بق ميه، اشرب كوبايه ميه. تاني حل انك تاخد الكربوهيدرات المعقده. الكربوهيدرات المعقده فيها نسبه فايبر عاليه، نسبه الياف عاليه، بتقلل وقت تفريغ المعده، فده بيحسسك بالشبع لمده اطول. وبالاخص بالليل حاول تدخل مثلا زي الخيار او القته، فيها نسبه فايبر عاليه وكالوري قليل جدا، فانت تقريبا مش هتزيد في الوزن، ده هيحسسك بالشبع لفتره اطول. واكتر سؤال واهمهم بتساله دايما: يا كوتش ناروتو احسن ولا ون بيس؟ والله يا ابني الاثنين حلوين وبتابع الاثنين. في استاذ قاعد سالني سؤال ذكي جدا لما وقفت من شويه، هو الاستاذ لو متابع وشاف حلقه الخرافات ما كانش سال السؤال ده. قال لك: يا كوتش نسبه الدهون اللي عندي او الدهون اللي عندي عايز احولها عضلات، اعمل ايه؟ الاستاذ لو كان اتفرج، لو كان متابع، كان عارف ان الدهون تكوين جزيئي وان العضلات تكوين جزيئي. الدهون عباره عن طاقه مخزنه الجسم مخزنها عشان لما يحتاجها بعد كده، لكن العضلات دي الياف عضليه ما لهمش اي علاقه ببعض. العضلات مهمتها ان هي تعمل على حركه الجسم وتديك الشيب الكويس والشكل الكويس اللي انت بتسعى له، لكن الدهون عباره عن طاقه مخزنه. ده حاجه وده حاجه، ما تعملش تداخل في الاثنين. واتفرج يا بيه على الحلقات، اوكي؟ وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.